السلام عليكم، ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ميني بيتزا رول. سهله، وشايفين بقى الهشه بتاعت العجينه، وطريه جدا ومش هتنشف معاكم خالص، بمقادير سهله جدا، لا بيض ولا اي حاجه يعني مكلفه عليكي، والحشوات اللي انت تحبيها، وكل ده هنشوفه مع بعض. تعالوا اقول لكم على المقادير. انا جبت 3 كوبايات من الدقيق، ونص كوبايه ميه دافيه. اول حاجه هننزل بالخطوات بقى على طول. نص كوبايه ميه دافيه، وهحط عليها نص كوبايه لبن، نص كوبايه من اللبن. هنحط عليها بقى معلقه سكر كبيره، عشان هنحط الخميره، فعايزين نشوف تفاعل الخميره. هقلبهم شويه عشان السكر يدوب مع الميه طبعا كل حاجه دافيه، عشان الخميره ما تكونش سخنه، عشان ما تموتش معاكم الخميره، وبعد كده العجينه ما تخمرش. نزلت بقى معلقه كبيره من الخميره، هقلبهم شويه كده مع بعض، وهسيبهم على جنب لحد ما تتفاعل الخميره. انا كده كده مجربه الخميره، بحب برضو اوريكم ازاي تجربوها وتشوفوها معايا. اهي بعد ما سبتها شويه لقيت الخميره بتخمر يعني. هنزل بقى بنص كوبايه من الزيت، بربع كوبايه من الزيت، كمان ربع كوبايه مش نص. هي نص كوبايه ميه ونص كوبايه لبن بس، لكن الزيت ربع كوبايه. ابتدي بقى اجيب 3 كوبايات ونص من الدقيق، هنزل وذرة ملح، هنزل بشوية بشوية بقى، ما تخلوش، ما تنزلوش بالدقيق كله وتلاقوا العجينة نشفت معاكم. فكده هتلاقوا السوا بقى بعد ما تستوي هتلاقوها ناشفة. فيستحسن ان انت تنزلي بالدقيق شوية بشوية، عشان كمان على حسب كل دقيق. يعني ممكن الدقيق بتاع على حسب الدقيق بتاعك، ممكن دقيق يمتص السوائل بسرعة، ودقيق لا. فانزلي بشوية بشوية عشان ما تنشفش معاكي. بس دول 3 كوبايات من الدقيق، زي ما قلت لكم نزلت بشوية بشوية، هعجنهم لحد ما لحد ما انضف البولة خالص من كل الحاجات اللي حصلت. اهي بعد ما لميت العجينة كلها، شايفين بقى الطريقة، اهم حاجة تكون طريقة قبل يعني بعد ما عجنتيها تكون طرية. هرش عليها بشوية زيت، كانوا في الكوباية يعني. ده عشان لما احط كيس تلاجة او ستريتش ما يلزقش فيها العجينة، متلزقش فيها. هغطيها كده كويس، وهحطها بقى في الفرن تخمر. وهي بعد ما خمرت بقى، انا كنت مجهزه حشوات. بص الحشوات اللي انتوا تحبوها. انا جبت فلفل الوان واخضر، جبنه موتزاريلا وبسطرمه ولانشون وزيتون. عايزين بقى تحشوها لحمه مفرومه، فراخ، جبن، يعني الحشوات اللي انتوا بتحبوها. هبتدي بقى الم العجينه كده، افرغ منها الهواء بتاعها، وهرش رش الدقيق، وهبتدي بقى افردها. هفردها على مستطيل. رش الدقيق بقى دي عشان ما تلزقش في هي طبعا المفرش ده السيليكون ما بيلزقش عليه العجين. بس انا بوضح لكم عشان انتوا لو عملتوها من غير المفرش، يعني لو عملتوها على الرخامة نفسها، ترش رش الدقيق كده تظبط معاكي الدنيا. بس طبعا ما تكتريش الدقيق، عشان يعني انا مسحت الدقيق بعد كده. انتي ما تكتريش الدقيق عشان ما تنشفش، او لو عايزه تستخدمي زي كده تفردي بيه، وبعد كده تمسحي بيه، تمسحي الدقيق خالص من العجينة، عشان ما تنشفش معاكي في السوا. ابتدي بقى اعملها، افردها كده، بس ما تخليهاش رفيعة خالص، يعني سمكها يكون مظبوط. هي بفردها كده قدامكم زي ما انا شايفين. هبتدي اشيل الزوايد بقى.
طبعا الزوائد دي مش هنرميها، هنبتدي نلفها تاني، هبتدي يعني نعملها زي كورة كده وهلف بيها العجينة تاني. شلت كل الزوائد لحد ما بقت شكل مستطيل. زي ما قلت لكم انا مقطع بقى فلفل، مش هنحط بقى صلصة ولا اي حاجة، هبتدي هوريكم بقى في الاخر هنعمل ايه. شوفوا معايا الفيديو لحد الاخر عشان تشوفوا كل الخطوات معايا. انا جبت فلفل زي ما قلت اصفر واحمر واخضر، وده بسطرمة على لانشون وزيتون وجبنة موتزاريلا. ابتدي بقى احط الحشوات زي ما قلت لكم، هفردها على العجينة. ابتدي بقى افرد زي ما عشوائي كده. عاوزين تحطوا بقى فراخ، بس اهم حاجة يعني لو حطيتوا لحمة مفرومة تكون ناشفة من اي سوائل. الفراخ زي كده لو هتعملوها مثلا لو صدور فراخ هتشوحوها برضو في شوية زيت او زبدة، بس برضو تكون ناشفة، يعني بعد ما تستوي خالص تكون ناشفة من اي سوائل عشان ما تبوش معاك العجينة. عايزة تحطي بقى لانشون جبن، بس لو حابة جبن بس ممكن، يعني ده اختياري خالص. بتبقى حلوة خالص مع كوباية شاي، مع في الفطار بتظبط خالص، يعني بتبقى جميلة خالص وطعمها حلو وسريعة زي ما انتوا شايفين، ما اخدتش وقت اصلا. هنرش بقى الجبنة الموتزاريلا. هبتدي بقى الفها رول واحدة بواحدة كده لحد ما يظبط معايا. بضغط عليه عشان العجينة برضو الحاجات تمسك في الحشوات تمسك في العجينة. هشيل بقى اللي من قدام وفي الاخر دي، الحتة اللي في الاول وفي الاخر دي ما فيهاش حشو كتير، فهشيل منها الفلفل يعني اللي كان فيها ده، وهبتدي ألمها مع باقي العجينة اللي طلعت. بقطعها بقى كده، وهبتدي بقى احطها في صينية مدهونة زيت. هبتدي بسويها كده، وهعمل كل العجينة بنفس الطريقة. بعد ما رصيتها على الصينية هلم بقى العجينة زي كده وهكمل بيها. وبعد كده حطيتها بقى هتخمر خمر تاني، يعني حطيتها في الفرن برضو تستوي. بعد ما خمرت اهي هجيب بقى هبتدي بقى ادهن وشها ازاي. هجيب كاتشب ومعلقة صلصة. معلقة صلصة هي الصلصة المعلبات الجاهزة. طبعا عشان هي مفروض تدهن بيض او، بس انا طبعا ما رضيش اكلف عليكم خالص، وما رضيش اكلفها خالص بحيث تبقى كلها اقتصادية. طبعا الحاجات كلها بقت غالية دلوقتي، والبيض واللبن وكل حاجة، ف يعني بحاول اخليها لكم اقتصادية خالص. وما حبيتش الصراحة ان انا احط لها بيض. انا ما حبيتش احط لها بيض عشان ما حبيتش ادهن وشها بيض. انا حبيت ادهنها بصلصة اللي هي السريعة دي بتاعت البيتزا. اول حاجة جبت زي ما قلت لكم صلصة وكاتشب، وحطيت فلفل اسود وزعتر بس. صلصة سريعة وسهلة، وبصوا هتخلص معاكم بسهولة خالص. لا بيض بقى والحاجات دي وكده. دي صلصة بيتزا وزي الفل. بتبقى حلوة خالص على فكرة، وطعمها كان جامد بجد يا جماعة. بعد ما دهنت بقى وهدخلها الفرن. وبعد ما طلعت اهي شايفين بقى تحفة جدا وهشة هشة جدا يا جماعة. جربوها واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله تلاقوا فيديوهات مني تاني. ويسعدني اشتراككم في القناة، وفرحوني بقى بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. ولاقيكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.